مساء الخير. النهاردة أول حلقة رسمية من البودكاست بتاعنا. الصراحة أني اختار موضوع أتكلم فيه في أول حلقة كانت حاجة صعبة شوية، لأن أول موضوع دايما بيبقى حافز، يا إما أنك تكمل وتسمع البودكاست لغاية آخره، أو تقفل وتعمل أنفولو وتريح دماغك. ولأن أنا مبدئي أن عايزة أعرفك أننا زي بعض في الحالة الاجتماعية والطبقة حتى التجارب الحياتية، حبيت اني ابدأ اول حلقة رسمية بموضوع كلنا مرينا وبنمر وهنمر بيه. عنوان حلقة النهاردة هو تايه، الحياة من بعد الاحساس بالفقد. الفقد في وجهة نظري المتواضعة جدا 4 انواع: مفرح، عادي، قابل للرجوع، مؤلم وغير قابل للرجوع. في حياتي الشخصية اختبرت ال4 انواع وعشت ال4 احاسيس بتوعهم، وطبعا كل واحد فيهم احاسيسه بتختلف من انسان للتاني. خلونا نتكلم مع بعض في كل نوع لوحده ونحاول نفصصهم. بس قبل اي حاجة اسمحولي اوضح لكم ان تجاوز الفقد مش امر سهل، ومش معنى ان اللي حواليك في منهم اللي عرف يتجاوز ده في اسبوع او شهر ان انت تتكسف من نفسك انك مش عارف تتجاوزه في سنة ولا سنتين ولا حتى 10. كل واحد بيبقى ليه وقته اللي يقدر يلم فيه شتات نفسه من بعد كده. اقولك ممكن ما تتجوزهوش اصلا، ممكن فجأة سبحان الله تلاقي نفسك هركليس فيك عزم وجبروت يخليك تدغدغ اي حاجة. بس الحزن موجود، بنتعود عليه ونعيش معاه. نرجع لكلامنا. اول واحسن نوع انا عشته هو الفقد المفرح. حاجة كده نوع عالي عالي يا برتغالي. لما عشته اول مرة كان اني افقد نفسي القديمة العبيطة اللي ماشية توزع حب وطاقة اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. بهزر، كلهم كانوا ما يستاهلوش. وفجأة لقيت شخصية ما يعلم بيها الا ربنا. I'm Amanda. I'm 6. عاملة زي شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل، في كل مسلسلاتها يعني. شخصية قادرة، يعني مش قادرة بشكل مفتري، بس قوية، معتمدة على نفسها، عارفة تحدد مين اللي هيخش حياتها ومين لأ. ودي كانت ميزة كويسة. واختبرته بشكل تاني في ناس كنت ببقى هموت كده، هموت واطردهم بره حياتي بأي طريقة. ناس لا هم شبهي ولا هم بيتهم زي بيتي ولا تربيتهم زي تربيتي ولا حتى قدروا اللي كنت بحاول اعمله علشانهم. رغم ان اوقات كتير كنت ببقى شايفة عيب اللي قدامي وحباه ومتقبلاه، وبرضه بتغاضى عن وجوده عشان المركب تمشي. لما سبت المركب تغرق برضه طلعت وقتها غلطانة. يا حبيبي صدقني، لو طول ازود مية البحر عشان اغرق المركب دي اكتر كنت عملت كده. يلا يا بلاش مناهده، بلا خاله بلا ماله، حرام عليك. يلا يا على شكلك. بعد كده عندنا الفقد العادي. هنا بيبقى حاجة زي قلتها او حد وجوده زي عدمه. ممكن فيما بعد يطلع مهم وتكتشف انك استهنت بالحاجة الغلط، وممكن عادي تفضل زي ما انت برضه مش فارق لك. نروح بقى للفقد القابل للرجوع. هنا مثلا بيبقى باب موارب على علاقة إنسانية زي الرجوع للصداقة أو للجواز، فقد وظيفة وممكن تتصالح مع الشركة تاني وترجع. هو دايما الحاجة اللي بين البنين، حاجة انت دايما متعلق بيها مش عارف تسيبها ولا تتمسك بيها اكتر. بالنسبة لي هنا انت ما بتبقاش تايه ولا حزين ولا سعيد، انت بتبقى مشتت ما بين التلاتة. ولو في اي شعور اخر زي الخوف او القلق برضو بتبقى حاسه. هنا وحشتها كلها في تضارب المشاعر، ما انتش عارف تحس بايه بالظبط وما تحسش بايه. كده وصلنا لاخر نوع، وده اللي انا كنت بحاول اجله على قد ما اقدر. يا حول الله، يا رب يا ربنا يستر، يا رب يا رب استرها، يا رب يا رب، هات العجل العواقب سليمه يا رب.
الفقد المؤلم والغير قابل للرجوع. عموما عندي تحفظ شديد تجاهه، بس خلاص طالما قررنا ان احنا نتكلم بوضوح فنتكلم بوضوح. لما الفقد ده بيحصل بيبقى في حالات، اما اننا فقدنا علاقتنا بشخص بشكل نهائي ومستحيل نقدر نتعامل مع بعض مرة تانية، او ان شخص عزيز علينا اتوفى. يمكن اللي الناس بتبقى متوقعاه في الوقت ده هو عياط وصريخ، ولما بيلاقوا صاحب الشأن ساكت بيعتبروه قوي جدا وقادر على مواجهة الموقف. انما في حقيقة الامر السكوت تعبير ودليل عن وجود صدمة اصعب واجمد من اننا نمر بيها واحنا بنتكلم. من الخارج بيبقى فيه صمت وثبات، انما من الداخل بيبقى فيه بركان بينفجر بتساؤلات كتير قوي. بيتضح ليك فجأة ان ما كانش فيه مشكلة، مفيش مشكلة تستاهل ساعة سكات بيننا وبين اللي مشيوا. ما كانش فيه عيب فيهم على الاطلاق. بنسأل نفسنا هو احنا كنا بنزعل ليه وعلى ايه؟ طب انا ضيعت ليه الوقت الفلاني مع حد تاني غير الناس دي؟ او حتى لو كان في دقيقة زايدة اقدر اقول فيها اللي كان نفسي اقوله غير ان اودع وخلاص. يمكن ربنا في الاوقات دي بيساعدنا اننا نتخطى، بيفكرنا بحاجات حلوة حصلت، يبعت لنا ناس تسندنا، بيعرفنا محبة الناس لينا قد ايه، بيطمنا ان الشخص ده مش هيتنسي، وبيدينا عزم نعرف نكون نسخة احسن من نفسنا، نسخة تسعد اللي مشيوا وتطمنهم عننا. الفقد لسه انواعه واشكاله اكتر من كده بكتير، ومكتوب علينا كلنا نشوفه ونعيشه بأي شكل من الأشكال. المهم الطريقة اللي انت هتتعامل بيها مع الفقد اللي بتواجهه. وربنا ما يكتب على حبايب قلبي المستمعين انهم يفقدوا عزيز او شيء تعبوا فيه. يا رب تكون حلقة النهاردة خفيفة عليكم، واشوفكم الحلقة الجاية.